السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم الكمبيوتر بي سي. اليوم سوف نتعرف ما هو الانترو وما هو الاترو. الانترو هي مقدمة الفيديو، والاترو هي نهاية الفيديو. المقدمة هي اللي تحكي إلى المستخدم ما الأشياء التي تقدمها قناتك. طبعا قناتي عملت إلى انترو بس، والاترو ما سويت لها ولا مرة مسوي إلها. الانترو طبعا كتبت بمربع جوا ألعاب، برامج وهكذا أشياء قناة تقدم هات الأشياء، فوتوشوب، تصاميم، مونتاج. اوكي. والاترو من نهاية الفيديو. طبعا لا تكتب نصيحة، لا تكتب مثل برامج وهاي، لا اكتب لا تنسى اللايك للفيديو والاشتراك في قناة عالم الكمبيوتر بي سي. مثل يعني على سبيل المثال اشتراك في قناتي وتكتب اسم القناة في نهاية الفيديو الاترو. طبعا بعض الاخوان على اليوتيوب مسوينها مكبرين الموضوع، يعني على الاشخاص المبتدئين يقولون انا عندي انترو، ويبقى هذا الشخص المبتدئ يفكر شنو الانترو، ما هو الانترو، كيف يصير شكل الانترو، هل شيء يستخدم فيه الحاسوب أم خارج الحاسوب. هكذا يبقى المستخدم يفكر، ولكن لا تعلم أن الانترو هي مقدمة الفيديو، والاترو هي ختامية الفيديو. طبعا كيف تقوم بالحصول عليها؟ طبعا توجد بعض الدروس على قناة عالم الكمبيوتر بي سي، أو درس واحد لتحميل مقدمات على من مواقع أخرى، وتوجد مقدمة قم بتحميلها جاهزة، فقط قم بالتعديل عليها وقم بكتابة اسمك واسم قناتك عليها في استخدام في برنامج سوني فيغاس، كامتازيا، غيرها من دوبا بريمر، غيرها من كلوير. طبعا كلوير رابط ان شاء الله سوف اشرح خاص لبرنامج كلوير. طيب، طبعا ثانيا ملاحظة، إذا تسوي اترو أو انترو يجب عليك ذكر اسم الحقوق، يعني من يا قناة أخذتها. إذا تأخذها من قناتي لا تكتب أحسن. طبعا أنا ما طالبك بالمستقبل، لأن بالمستقبل إذا أخذتها من غير قناة راح يسبب لك هذا الشخص مشاكل في المستقبل. طبعا يجب عليك ذكر الحقوق، حقوق يعني الشخص في كلمة في اسم القناة، طبعا اسم الموقع أو هكذا أشياء. هاي بعد فترة إلى فترة، يعني بعد صعود قناتك أو الشهرة إليها راح يسبب لك مشاكل. طبعا راح تجد رابط المقاطع الفيديو للمقدمات أسفل الفيديو، رابط قناة للمقدمات أسفل الفيديو، رابط قناة خاصة لشرح عن المقدمات أسفل الفيديو. وإذا عجبك شرحي أو إذا عجبك الموضوع لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك في قناة عالم الكمبيوتر بي سي. في أمان الله أخواني الكرام.